لو أقل من 18 سنة اقفل الفيديو، ولو قلبك ما يستحملش الحاجات التقيلة فكر مرتين قبل ما تكمل معايا الحكاية دي للنهاية. الليلة دي مش مجرد جريمة قتل، دي سلسلة خيانة وكذب وشوية غلطات ورا بعض لحد ما وصلنا الراجل قتل أخوه وهو مقتنع إنه بينتقم لمراته، وبعد ما الحقيقة ظهرت بقى هو نفسه أول واحد بيطالب بتطبيق حكم الإعدام عليه. في أول أيام عيد الأضحى مصطفى راجع من البلد شايل أكياس لحمة الأضحية، السلم طويل والأسانسير بايظ والبواب في أجازة العيد. يوصل قدام باب شقته في الدور اللي ساكن فيه، يلفت نظره إن في نقطة دم على العتبة. يبص كويس، لا دي مش نقطة ولا اتنين، ده في أثر دم رايح لجوه. يمد إيده على الكالون يلاقي الباب مش مقفول أصلا. في اللحظة دي قلبه وقع، أول اسم يجي في دماغه نرجس. يدخل بخطوات سريعة يبص في الصالة يلقى المنظر اللي يفضل مطبوع في عينه طول عمره. نرجس مراته مرمية على الأرض وعاصم أخوه الصغير جنبها، الاتنين غرقانين في دمهم، وفي جنبهم سكينة باين إنها أداة الجريمة. مصطفى يصرخ صرخة تسمع العمارة كلها، الجيران يطلعوا من الشقق يحاولوا يمسكوه وهو مش قادر يقف على رجليه من الصدمة. ونورة مرات أبوه اللي ربته بعد مامه ماتت تسمع الصوت من فوق، تنزل تجري على الشقة. أول ما تشوف عاصم ابنها الوحيد ميت قدامها عينها تزوخ وجسمها يرخي وتقع على الأرض فاقدة الوعي. وهنا ينقلوها للمستشفى على طول، دكاترة يقولوا صدمة قلبية قوية والقلب مستحملش. وبعد ساعات قليلة تيجي المكالمة، البقاء لله، أم عاصم اتوفت. في نفس اليوم مصطفى خسر مراته وأخوه والست اللي كانت بمقام أمه. فهناخد فلاش باك كده ونرجع لورا شوية عشان نشوف الحكاية من البداية خالص. قصة بدأت في القليوبية، بيت بسيط، أب وأم وثلاث أولاد، مصطفى، عاصم، ومي. أسرة مترابطة، حالة مادية مقبولة وحياة هادية، لحد ما في يوم عم صادق يتصل بيه رقم غريب: مراتك وبنتك عملوا حادثة والبقاء لله. مصطفى وقتها كان ولد صغير متعلق بأمه وأخته جدا، وفجأة لقاهم اختفوا من حياته في مكالمة تليفون. الوجع ملحقش يبرد. بعد سنة تقريبا أبوه قال له: يا ابني احنا محتاجين حد معنا في البيت، أنا عايز أتجوز تاني علشاني وعلشانك. مصطفى اتضايق، حس إن حد هيخش ياخد مكان أمه، بس أبوه حاول يطمنه: أمك محدش بيجي مكانها، بس احنا لوحدنا ومش عارفين نعيش. اتجوز نورة، ست مطلقة ومعندهاش أولاد، ووعدته تعوضه عن أمه، وفعلا عملت اللي قالت عليه. كانت حنينة على مصطفى وبتعتبره ابنها الكبير. بعدها بسنة ربنا رزقهم بعاصم. مصطفى حبه من قلبه وتعلق بيه وشاف فيه روح جديدة للبيت. السنين تمشي ومصطفى يدخل الجامعة وأبوه يتعب بقلبه يدخل عملية وما يطلعش. من اليوم ده مصطفى فهم إن بقى الراجل الوحيد في البيت، مبقاش عنده في الدنيا غير نورة وعاصم. لكن البيت في القليوبية بقى مليان ذكريات وجع. فقال له نورة مرات أبوه: تعالي نطلع على القاهرة ونبدأ من أول وجديد، يمكن روحنا تهدى شوية من اللي راح. في الأول رفضت، متعلقة بالبيت وجيرانها، بس عينه على عاصم وحبه ليه خلاها توافق في الآخر. انتقلوا عمارة سكنية في القاهرة، حياة مختلفة وناس جديدة وبداية فصل جديد من القصة. في نفس العمارة تحتهم بشقة كانت ساكنة بنت اسمها نرجس، بنت مش من القاهرة، الشغل هو اللي جابها، ومقطوعة من شجرة، لا أهل ولا حد يسأل عليها. مصطفى شافها اتشد لهدوءها وحيائها، سأل عنها، عرف انها مؤدبة في حالها وعايشة لوحدها. حس ان ظروفهم شبه بعض، هو فقد أهله وهي فقدت أهلها. قرر يدي قلبه فرصة تانية، وهنا اتقدم لها رسمي وهي وافقت، لأنه معروف في العمارة انه محترم وراجل. فأول قعدة جدية بينهم قال لها: بص يا نرجس، أنا اشتري لك الشقة اللي انت فيها واكتبها باسمك ونعيش فيها، لو عايزة تكملي شغلك براحتك، بس عندي شروط. عاصم ده مش مجرد أخويا، ده روحي، وزوجة أبويا نورة دي أمي. عايزك تدخلي البيت علينا كأنك واحدة مننا، لا تعملي مشاكل ولا تبقي ست تفرقي بينا. نرجس قالت له: ما تخافش، أنا مش جاي أخطفك من حد، أنا جاي أكون جزء منكم. واتجوزوا مصطفى ونرجس تحت ونورة وعاصم فوق. في البداية الأمور كانت فوق الخيال،
نرجس بتعامل عاصم كأنه أخوها الصغير، ونورة بتشوف فيها بنتها. ومصطفى حس لأول مرة من زمان إن ربنا بيقوله اتفضل ده العوض، بس زي ما بيقولوا الحلو ما بيكملش. وهنا نوصل ليوم الواقعة، عيد الأضحى. مصطفى يصحى بدري يقول لنرجس يلا نروح البلد نذبح الأضحية عند أهلي. تقول له هي عاملة نفسها تعبانة، أنا مش قادرة أتحرك، روح أنت والعيد الجاي أعوضك. يتصل بعاصم يقول له جهز نفسك أنت وأمك هنطلع البلد. عاصم يتلكك مش رايق، مش عايز أسافر. مصطفى يحاول معاه بس في الآخر ما يلاقيش غير إنه يسافر لوحده. يسافر ويسلم على أهله ويذبح الأضحية ويوزع اللحمة، وفي آخر اليوم يجمع نصيبه هو وعاصم ونورة ونرجس ويرجع القاهرة. يوصل العمارة يلاقي الأسانسير عطلان، الشارع هادي والبواب مش في مكانه. اضطر يطلع السلم شنطة ورا شنطة لحد ما يقف قدام باب شقته. ويبدأ هنا الجزء اللي قلنا في الأول، ده قدام الباب باب مش مقفول وجثتين جوه. بعد ما الشرطة تيجي والمعمل الجنائي يخلص شغله، تاخد مصطفى على الاسم. يسألوه ليكم عداوات، مشاكل مع حد، خلافات في الشغل أو مع الجيران؟ يرد احنا منعرفش حد واحنا عايشين في حالنا والناس كلها تشهد. تبدأ تطلع فكرة في دماغ رجال المباحث، ممكن يكون عاصم حاول يعمل حاجة مع زوجة أخوه، حصلت خناقة، هي طعنته وهو طعنها. مصطفى ينفجر انتوا مجانين، ده أخويا ونرجس كانت بتعامله زي أخوها فعلا. الضابط يقول له بهدوء مش هنحكم دلوقتي، تقرير الطب الشرعي هيقول كلمته. وبعد فترة التقرير بيجي ويقول إن السكينة معليهاش ولا بصمة لعاصم، كل البصمات اللي عليها بصمات نرجس. يعني ممكن نقول إن هي طعنته دفاعا عن نفسها وهو ما استخدمش السكينة. القضية اتعقدت أكتر والكل واقف عنده سؤال واحد، مين دخل الشقة ومين قتل الاتنين؟ مصطفى بعد كل الصدمات يفتكر حاجة مهمة. من كام شهر حصلت سرقة في العمارة، ساعتها عاصم قال له لازم نركب كاميرات مراقبة في الشقة. وفعلا ركبوا الكاميرات والتصوير كان متوصل على موبايل مصطفى وموبايل عاصم، وما قالوش لحد عن وجودها، لا قالوا لنورة ولا قالوا لنرجس. مصطفى يروح يبلغ في الاسم في تسجيلات ممكن تكون فيها اللي حصل يومها. وهنا رجال المباحث يفرغوا الكاميرات وتظهر أول خيوط الحقيقة. في وقت الجريمة يظهر واحد لابس لبس عامل ديليفري، يطلع مفتاح من جيبه ويفتح باب شقة مصطفى من غير ما يخبط ويدخل. بعد شوية عاصم ينزل من فوق يفتح نفس الباب بمفتاح في ايده ويدخل وراه وشكله متوتر جدا. وبعد فترة قصيرة يظهر البواب قدام الباب، يبان انه بيحاول يفتح او يدخل، وفجأة النور يقطع والكاميرات توقف تسجيل. مصطفى يشوف الفيديو يحس انه واقف قدام فيلم مش حياته هو. مين عامل الدليفري اللي معاه مفتاح بيته؟ ليه عاصم نزل بعدها على طول؟ ازاي البواب موجود في اليوم اللي المفروض انه اجازة؟ رجال الامن يجيبوا البواب ويقعدوا معاه تحقيق طويل. في الاخر يقول انا فعلا طلعت الشقة وكنت ناوي اسرق، لان عارف ان مفيش حد في البيت، كل سافر على البلد. لكن اول ما سمعت صوت جوه خفت ونزلت وسافرت بلدي وما كملتش اللي في دماغي. مفيش دليل مادي يثبت انه دخل الشقة او مسك السكينة فيخرجوه. تقرير الطب الشرعي من ناحية تانية بيأكد ان مفيش اثر لعاصم على سلاح الجريمة، وان البصمات لنرجس بس. وهنا القضية لسه واقفة لحد ما تدخل منار. في يوم مصطفى وهو راجع من القسم يلاقي واحدة واقفة قدام العمارة تبص ناحية الشقة. يسألها بتدوري على حد؟ نرجس لسه ساكنة هنا ولا مشيت؟ انا صاحبتها وعايز اطمن عليها. وهنا مصطفى يقف لثانية يحاول يختار ازاي يقول لها، وفي الاخر يقول نرجس اتقتلت من كام يوم. يتوقع انها تنهار تعيط تسأل، لكن هي سكتت، بصت له ومشيت من غير كلمة. المنظر يفضل في دماغه بس ما يفهموش غير بعدين. يرجع يفتش في حاجات عاصم ويفتح اللابتوب يلاقي فولدر فيه تسجيلات من الكاميرات بتاعت الشقة عنده. وعند اخوه. يفتح الفيديوهات يكتشف ان عاصم نازل اكتر من مرة لشقة نرجس وهو مش موجود. الشك هنا ياكل قلبه، ايه اللي كان بيحصل من ورايا؟ ايه علاقة اخويا بمراتي؟ ياخد التسجيلات ويروح بيها للنيابة، وهناك تدخل نفس الست اللي شافها عند العمارة وتقول انا عندي كلام مهم في القضية دي. وهنا تقول ان اسمها منار
وإنها زوجة مدير نرجس في الشغل. تحكي إنها شكت من فترة إن جوزها على علاقة بنرجس، مكالمات كتير، اهتمام زيادة، أسلوب مختلف. ولما اتنقل القاهرة طلب ينقلها معاه بحجة إنها سكرتيرته الخاصة ومحدش فاهم شغله زيها. منار استخدمت طريقة تتبع علشان تعرف هو بيروح فين، ولما شافت إنه كان في شقة نرجس وقت الجريمة قررت تبلغ وتقول كل اللي تعرفه. وهنا المباحث تستدعي مدير نرجس اللي هو جوز منار، لكن هو في الأول ينكر، وبعد تحت الضغط يعترف، يقول إنه حب نرجس من أول ما اشتغلت معاه، بس ما قدرش يتجوزها لأن مراته من عيلة كبيرة ولو سابها هتدمر له حياته وشغله. فضلت العلاقة ماشية في السر، خروجات، كلام، تليفونات، حدوتة حب محرمة. لما اتنقل القاهرة طلب نقلها هي كمان. بعد فترة قالت له في واحد محترم في العمارة اسمه مصطفى اتقدم لي. هو استغل الفرصة وقال لها وفي كده هنبعد عن نفسنا عيون الناس، وانا اول ما اظبط وضعي نتطلق ونسافر سوا بعيد عن البلد. وهنا نرجس وافقت وتوكلت على الله واتجوزت مصطفى، لكن ظلت فاتحة الباب لعلاقتها القديمة، وكانت سايبة للمدير نسخة من مفتاح الشقة، وهو كان بيجي لابس لبس عامل توصيل ويطلع لها من غير ما حد يشك. بعد الجواز بدأت تحس انه بيلف ويدور، مش ناوي يسيب مراته ولا يسافر. وهنا ابتدت تضغط عليه، قول احنا هنوصل لفين؟ انا متجوزة راجل محترم، واخو جوزي بدأ يركز، ومش هفضل عايشة كده. هو حس انها بقت خطر عليه فقرر يخلص منها. في يوم العيد قال لها اعملي نفسك تعبانة، ما تسافريش البلد وخلي جوزك يروح لوحده وانا هجيلك. وهنا مصطفى سافر وهي فضلت في الشقة. المدير جه فتح بالمفتاح ودخل، وفي لحظة سودة مسك السكينة وطعنها لحد ما ماتت وهرب، وساب وراه جثة وبيت متدمر. لكن لسه سؤال واحد، مين قتل عاصم؟ المدير أنكر تماما إنه يعرفه أو شافه، وقال أنا قتلت واحدة واعترفت، ولو كنت قتلت التاني كنت قلت هو أنا كده كده مش طالع سليم. مصطفى كان عايش شبه ميت، مش فاهم ازاي حياته اتقلبت في أيام. في يوم يخبط الباب، يفتح يلاقي البواب الجديد ومعاه راجل كبير في السن ومعاه ساعة. البواب يقول له الراجل ده لقى ساعتك وكان بيسأل على صاحبها من فترة. وهنا مصطفى يشكر الراجل ويحاول يديله فلوس، والراجل يرفض ويقول له بهدوء انا مش جاي عشان فلوس، انا بس عايز اسأل سؤال، ليه يوم العيد نزلت معايا التاكسي علشان نسافر البلد وبعدين فجأة قلت لي لف وارجع تاني؟ السؤال يخبط في دماغ مصطفى ويبدأ يفتكر اللي كان رافض يفتكره. يفتكر انه في الطريق فتح الموبايل ودخل على الكاميرات وشاف نرجس غرقانة في دمها، وعاصم واقف جنبها مرتبك وبيحاول يعمل حاجة. عقله في اللحظة دي ما استوعبش غير جملة واحدة، اخويا قتل مراتي. وهنا قال للسواق لف ارجع القاهرة مش رايح البلد. رجع وطلع السلم مجنون، دخل الشقة وشاف نفس المشهد اللي شافه في الكاميرا، مسك سكينة من المطبخ وطعن عاصم. وعاصم قبل ما يموت قال له انا ما قتلتهاش يا مصطفى، انا كنت بحاول الحقها بس الكلام جه متأخر ومتأخر جدا. في التحقيق المحقق يشوف الجوانتي اللي في ايد مصطفى ويسأله، يضغط عليه، مصطفى ينهار ويعترف بكل اللي حصل. المحكمة في الآخر حكمت على مدير نرجس بالإعدام شنقا، وعلى مصطفى ب25 سنة سجن، رغم ان هو نفسه كان بيقول قدام القاضي اعدموني، الموت أهون من العيشة بالذنب ده. في يوم عيد واحد اتكشفت خيانة. القصة دي مش رعب للتسلية، دي جرس انذار. مش كل اللي بنشوفه بعينينا يبقى الحقيقة كاملة، ومش كل لحظة غضب ينفع نحكم فيها على أقرب الناس لينا. انت لو كنت مكان مصطفى وشفت اخوك واقف جنب جثة مراته، انت لو كنت مكان مصطفى وشفت اخوك واقف جنب جثة مراتك، كنت هتسمع كلامه ولا كنت هتسيب غضبك يمسك السكينة قبلك؟ ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل متابعة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.